السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم الصحة والسعادة. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل فطاير سهلة وجميلة كده اهو، وبمكونان اتنين بس. ازاي يا ام شاذة؟ هقول لكم. يلا نصلي على الحبيب المصطفى كده ونخش الفيديو بتاعنا ونشوف الحلاوة ديت والجمال دي. والله العظيم من قلب التلاج، ما اشتريتش حاجة من بره. وكانت يعني العيال كانوا فرحانين بها جدا، وكان طعمها جميل ولذيذ أوي أوي أوي. هي عبارة عن ايه يا ام شاذة؟ هقول لكم. انا جبت ايه؟ جبت شوية بصل، قطعتهم جوانح كده صغيرين. سخنت الزيت على النار، وقمت جايبة شوية جوانح وقمت رايحة عاملاهم ايه، حمرت الجوانح ديت سوت. تمام. لازم عشان ما تبقاش، لازم تسويها في الوصفة دي بالذات عشان ما تبقاش مقرمشة معاكي كده. وجيت خرطت معانا طماطم جوانح برضو، خرطت شوية فلفل الوان احمر واخضر، وايه جبت عود توم اخضر وخرطته معاه. تمام. وجبت ودي معانا صدر فرخ، صدر فرخة واحد بس. ماشي. وقمت رايحه جايه محمره البصل وضفت الطماطم. معلش سامحوني التصوير مش واضح قوي، بس عشان انا كنت بصور لنفسي وما كنتش عارفه انني اظبط الدنيا بصراحه. المهم، فانا حطيت الطماطم معايا على البصل، وحطيت البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عبارة عن ايه؟ عن فلفل وفلفل اسمر، كمون، بابريكا، شوية جنزبيل كده. آه اي بهارات عندك، اي بهارات عندك حطيه، والملح. وبعدين ضفت ايه؟ الصدر بتاعنا. طبعا الفلفل الاخضر والفلفل الالوان مش هحطه الا في الاخر. تمام. قلبت هنا الصدر معانا وهسيبه. هي عامله زي الشاورما كده، بس انا ضايفه طماطم. تمام. هسيبها وهسويها واسيبها. هديت عليها النار وسبتها تستوى براحتها. رحت اعمل ايه بقى؟ جبت هنا كان عندي حوالي نص كيلو دقيق او اقل من نص كيلو. تمام. فعملتها. قمت جايبه عاملاها نفس عجينه الكريب. طبعا هي معانا تقيله زي ما انتم شايفين كده، لسه بعملها معاكم هنا تقيله. طيب عجينه الكريب دي انت عملت فيها ايه يا ام شاذة؟ انا عملت، جبت حوالي والله اقل من نص كيلو دقيق وميه وشويه فلفل اسمر وشويه ملح ومعلقتين زيت. طيب ما حطيتش بيض يا ام شاذة؟ لا، ما بحبش بيض فيه. ماشي. وعملتها هنا العجينه المطلوبه بقى، سايله كده وجميله ومفيش فيها تكتلات وجميله قوي. طيب تعالوا يلا نشوف بقى الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا هي استوت، وضفت عليه الفلفل الالوان، وجيت اعمل العيش بتاعنا هنا بقى اهو، او الكريب بتاعنا صغير. طبعا انا عاملاه صغير خالص، وشوفوا جميل ازاي. والله العظيم، وانا لا كنت حاطه خميره ولا حاجه. فبعدين هوريكم واحده كمان هنا. شوفي، يعني شويه صغيرين خالص، بحيث انا عاوزاها صغيره، عاوزه الفطيره صغننه، مش عاوزاها كبير. تمام. شايفين؟ انا عاوزاها بس هي كده وخلاص. عملت الكميه بتاعتي، وبعدين جيت هنا جبت ال الوصفه بتاعتي استوت، الفراخ بتاعتي استوت اهي، والعيش بتاعي اهو. عملت كميه كبيره والله العظيم، من اقل من نص كيلو. شايفين عامل ازاي؟ وطري وجميل وحلو قوي 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 قوي. بدأت بقى ان انا احشيهم ورصهم في الصينية بتاعتي. حشيتهم وجبت معايا شوية جبنة موزاريلا لقيتهم في التلاجة. قلت هسيبهم، لا مش هسيبهم. قمت رايحة جاية ايه، كنت هلفها رولات كده، واقوم ضايفة الجبنة فيها او عليها شوية وخلاص. فجاتني فكرة تانية، قمت رايحة فاتحة الطاهي زي ما انتوا شايفين كده، مفتوحة مفتوحة، وقمت حاطة جواها الجبنة وسبتها. دخلتها فيه ودهنت الصينية زيت الاول ورصيت فيها، وقمت رايحة مدخلاها في الفرن وسبتها. استوت من تحت، خدت لون من تحت السندوتشات دي، و ومن فوق الجبنة احمرت بقى، وكانت بتمط معاها وجميلة اوي 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 اوي. والله العظيم العيال يا دوبك طلعت من الفرن قلت لهم اصبروا اصورها، بس يا دوبك صورتها وما شاء الله بألف هن. يعني الوصفة دي باختصار: عندك شوية دقيق، عندك صدر فرخة، تعالي اعملها، تعملها وجبة يوم وهتبقى جميلة. بس انا للأسف ما كنتش عاملاها وجبة يوم، انا كنت عاملة طبيخ تاني، فعملت ده علشان اصور الفيديو. جاتني الفكرة فعملتها في ثواني بسرعة بسرعة بصراحة. ايه رأيكم؟ بدأت بحشو الجبنة كلها جوه الفطيرة بتاعتي.
شايفين كانت جميلة ما شاء الله. انتوا لسه معايا كده وما صلتوش على الحبيب المصطفى، يلا صلوا على الحبيب المصطفى. شايفين الجبنة اهي بتمط من جواي وجميلة، والفطيرة صغننة على قد اديتها لطفل صغير هياخدها ويبقى فرحان بها، وعلى قد ايده مش هتبقى كبيرة عليه من جوه. هي بوريها لكم اديتها لحد كبير بتبقى جميلة وطعمها